بتحبي مربى جوز الهند؟ مربى جوز الهند خلوا في بالكم المختلفة عن لذيذة. المختلفة كده بتلاقيها بتقطم بسرعة وبتدوب بسرعة في بقك، وبيكون طعمها خرافي زي ما انتوا شايفين كده اهو. بصوا الطراوة اللي فيها، ولا بتشد بزيادة ولا بتمط ولا بتلزق في الأسنان ولا الكلام ده كله. هاتي صينية مستطيلة وحط لها ستريتش رول أو أكياس تلاجة كده وافرديها عليها، ورشة خفيفة جدا من الزيت، زيت طبعا ذرة أو عباد. وبعد كده ودهني الصينية الحلوة دي بيها ورشتين حلوين من الزبيب، وممكن تحطي كمان رشة صغيرة من جوز الهند. اركني الصينية الحلوة دي على جنب، وهاتي على طول في أي طاسة، يفضل طبعا تكون طاسة غير لاصقة. هاتي كوباية كاملة من السكر، سكر حبيبات زي ما انتوا شايفين، تلت كوباية من عسل الجلوكوز، وربع كوباية من المية. كل مقادير الوصفة هتلاقوها أسفل الفيديو مثبتة في أول تعليق. أول ما تبدأ تغلي كده اهو، ابدأي على طول طبعا تقلبيها الأول، وبعد كده عصرة نص الليمونة. أول ما هيبدأ إن هو يغلي كده اهو غلوتين، أنا مش عايزة إن هو يغلي ولا يقعد معايا ولا إنه يمط ولا إنه يشد ولا الكلام ده كله، أنا عايزاه مجرد يغلي بس غلوتين. والله يا جماعة طلع طعمها رهيب، اللهم بارك. حطي بقى في البداية خالص كوبايتين بس من جوز الهند، وابدأي على طول اطفي النار وقلبي كويس جدا، واضغطي بأي سباتيولا كده اهو علشان كل جوز الهند يبدأ ان هو يتشرب من العسل اللي احنا عاملينه او من الشربات الحلو اللي احنا عاملينه. بعد كده نص كوبايه كمان من جوز الهند، وابدأي على طول كده اهو انزلي بالنص كوبايه بشكل تدريجي بالشكل ده. زي ما قلت لك ما تخليش الشربات بتاعك يقعد بزيادة او ان هو يتقل معاكي، احنا مجرد يغلي بس غلوتين، يعني اقل كمان من الغلوتين اللي احنا بنغليهم بتاع شربات البسبوسه. وعلى طول انزلي بكوبايتين وربع او كوبايتين ونص من جوز الهند على حسب طبعا ما هي تحتاج. ابتديت بقى ان انا اضغط ضغطتين حلوين كده على جوز الهند زي ما انتوا شايفين، وبعد كده هبدأ على طول ارصهم في صينيه. بايديك الحلوه تضغطي، لو انت مش قادره بايديكي عشان بتبقى سخنه بمعلقه وتحط لها زيت، وبعد كده تبداي على طول تضغطي ضغطتين حلوين بمعلقه او بظهر كوبايه. حطيتهم بقى في التلاجة، تحطيهم في التلاجة لمده نص ساعه بس تشد كده معاكي. وبعد كده سكينه تكون ماشيه بقى زي ما انت شايفه، وتحط لها زيت من الطرفين تدهنيها بالزيت، وتبداي على طول تقطعيهم المربعات دي. والله يا جماعه طلع طعم رهيب. ذكر النهارده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. ما تنسيش طول الفيديو بعد الفيديو تفضلي تقولي اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بصوا بقى هنا بقى بعد تقريبا نص ساعة كده ولا ساعة في التلاجة، والله يا جماعة طالعة طعمها رهيب، مظبوطة جدا، ولا بتلزق في الأسنان ولا ناشفة ولا محجرة ولا الكلام ده كله. توكلي على الله وهاتي كوبايتين ونص جوز هند وكوباية سكر ومعلقتين كبار من عسل الجلوكوز واعملي الجمال ده.